السلام عليكم، كي دايرين البنات؟ لاباس عليكم؟ واش اخباركم؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، ومرحبا بكم في فيديو جديد. غنبارطاجي معكم هاد العشيه، غنشارك معكم بسبوسه بكاس ديال السميده اللي كتخرج واحد الكميه كثيره وكتجي لذيذه. البنات تبعوا الفيديو من الاول حتى الاخر، ان شاء الله تجربوها وتنجح معكم. وغنشارك معكم بريوش بالنافع او قريشلات اللي كيجيو حتى هما زوينين. هكا نحضرهم الفطور لوليدات المدرسه. خليكم مع الفيديو حتى الاخر، ولا عجبكم الفيديو ما تنسونيش من لايك وبارطاجيو الفيديو مع الاهل ديالكم. هنا اول حاجه غنبداو بها هو البريوش البنات، ولا القراشل ولا القرص، كل واحد واش كيقول لهم. غنضيف واحد الخنيشه ديال الفاني، غنضيف 3 معالق كبار ديال السكر سنيده، والسكر دائما كيبقى على حساب الذوق. وغنضيف ملعقه كبيره ديال النافع البنات مع حبه حلاوه اللي نقيتهم. تقدروا تعوضوهم بجنجلان، اللي بالنسبه للاخوات ما كيبغوش النافع وحبه حلاوه تقدروا تعوضوهم بجنجلان. وغنضيف ملعقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز كما كتشوفوا معايا. بالنسبه لهاد البريوش كيجي خفيف البنات وهشيش. غنحتاجو فيه كاس ديال الحليب اللي كيكون دافي مع نصف كاس ديال الماء. هنا كما كتلاحظوا النافع وحبه حلاوه خديتهم نقيتهم، كيجيو عاطين واحد المذاق اللي زوين هكا القرص. هنا غنضيف بياض بيضه، بالنسبه لصفار البيض كنحتفظوا به حتى الاخر. كنعزلوا بياض البيض كنديروا في العجينه، وبالنسبه لصفار البيض كنحتفظ به حتى الاخر باش كندهن به الوجه ديال العجين. غنضيفوا كاس ديال الحليب اللي كيكون دافي، وغنضيف نص كاس ديال الماء من الروبيني. انا الحليب البنات سخنته شويه، وبالنسبه للماء خديته غير من الروبيني نصف كاس. غنضيف 4 كاس ديال زيت نباتيه. بالنسبه للكميه ديال الطحين اللي استعملت 500 غرام. استعملت جوج زلافات اللي كيكونوا عامرين. بالنسبه للطحين دائما كيبقى على حساب الخليط. هكا النوعيه ديال الطحين غنخليها لكم مكتوبه في صندوق الوصف. بالنسبه للاخوات اللي كيسولوني دائما غنخلي لكم ان شاء الله المقادير ديال القرص ومقادير ديال البسبوسه اللي كتجي خطيره، كتجي معلكه. هنا حتى الاخير عاد ضفت شويه ديال الملح البنات. خليت العجينه تفاعلات شويه، وضفت الطحين وغنغطيها واحد المده ديال 10 دقائق ونخليها ترتاح. عاده كندوز نكملوا طريقه تحضير هاد البريوش البنات، راه كيجي زوين بزاف. تقدروا تضاعفوا المقادير. هنا ضفت زلافه ديال الطحينه البنات، صبع عندي الخليط على هذا الشكل. غنغطيه ونخليه يتفاعل الخميره مزيان، وعاد ندوزو نكملوا طريقه التحضير. السر باش ينجح معنا هكا البريوش وكيجي قطني البنات هو في الخميره في الاول. هنايا غنجمع العجينه وغنغطيها غير بواحد الاناء البنات، هكا صينيه ولا طبسيل، وكنخليوها تخمر واحد 10 دقائق. عاد كندوز نكمل طريقه التحضير ديالها. بعد ما خليتها 10 دقائق رجعت معكم. هنا زدت واحد رابعه ديال الطحين او زلافه كما كتلاحظوا معايا، وغنجمع بها العجينه البنات. العجينه ما كتكونش قاصحه، كتكون خفيفه شويه، وغندلكها واحد 2 دقائق وكنخليها تخمر. قد ما خمرات في الاول قد ما كالبريوش كينجح معاك وكيجي خفيف. هنا غنجمع العجينه ورجع معكم، خليكم مع الفيديو. بعد ما كنجمع العجينه كتصبح عندي العجينه رطبه كما كتلاحظوا في الصوره على هذا الشكل. العجينه واخا تبان لكم البنات راه قاصحه، راه كتلصق هكا في اليدين كما كتلاحظوا معايا. دلكتها واحد المده ديال 2 دقائق وغنغطيها ونخليها تخمر حتى كيتضاعف الحجم ديالها ورجع معكم. هنا البنات العجينه غطيتها بهاد البانيو، وكما كتلاحظوا معايا خليتها لمده ديال ساعه. عاد رجعت ليها، كان عندي شي شغال هكا قضيته، عاد رجعت ليها كما كتشوفوا معايا ضاعف الحجم ديالها بزاف. وهنا غنشكلها كويرات. الكويرات البنات كيبقى على حساب الحجم اللي بغيتو. انا خرجت منها 12 خبيزه، جو هما هادوك ما كبار ما صغار. تقدروا تخرجوا كتر تصغروهم على حساب نتوما الحجم قداش بغيتو. هنا بعد ما كورت العجينه درت منها 12 قطعه. غادا نديرهم في الطاوه وغنقرصهم شويه ونغطيهم بواحد البلاستيك ونخليهم يخمروا المره الثانيه. ضروري البنات اللي تقرصوهم. دابا الجو بدا كيبرد شويه، كنخليهم يخمروا واحد المده ما بين 15 دقيقه حتى 30 دقيقه. بين ما دزنا غنطيب البسبوسه معاكم. هنا كنحاول نقرصهم غير شويه، هانتوما البنات كنقرصهم غير شويه وكنرجعهم للطاوه، وغنغطيهم بواحد المنديل
ونخليهم يخمروا. وبعد ما قرصتهم كما كتلاحظوا معايا في الصوره قرصتهم شويه، هنا غنغطيهم بواحد المنيديل ونخليهم يخمروا. وغندوزو نحضروا البسبوسه اللي غير بكاس ديال السميده رقيقه. خليكم مع الفيديو. هنايا كما كتلاحظوا معايا البنات عندي كاس ديال السميده رقيقه. الكاس عبروا بالكاس العنبه. غنضيف 2 حبات ديال البيض اللي كيكونوا بحراره المطبخ. غنضيف عليهم خنيشه ديال الفاني. تقدروا تنسموها باش ما بغيتو بقشور ديال البرتقال او قشور الليمون. هنا كنضيفوا علبه ديال الياغورت اللي كتوزن 110 غرام. انا استعملت ياغورت طبيعي، هو نفس الكاس غنعبر به الزيت وكنعبر به حتى السكر. عندي 2 خنيشات ديال الكاكاو 14 غرام، وعندي 14 غرام ديال الخميرات الحلوى، وكاس ديال السميده رقيقه مع ملعقه كبيره ديال الطحين ديال الفورص. هادو هما المقادير اللي غنحتاجو مع شويه ديال الملح اللي ضفتها في الاول. هنا كنخلط كاع السوائل كما كتلاحظوا معايا في الصوره. غنضيف الكاكاو والخميره والسميده مع ملعقه كبيره ديال الطحين. والفراره كنكون شاعلاه من قبل على 180 درجه، شاعله غير من التحت حتى كتبان ليا تنفخات ونشفات. عاد كنشعل عليها واحد شويه من الفوق وكنخرجوها. هنا غنضيفوا الكاكاو كنغربلوه باش ما يبقاوش فيه دوك الحبيبات دي هكا مكتلين. وكنغربلو حتى السميده البنات. انا السميده كناخذ غير ديال العبار. غنضيف 2 خمارات كل وحده كتوزن 8 غرام. جربوا البنات هاد البسبوسه وردوا عليا في التعاليق. كتجي هشيشه كتذوب في الفم، كتجي خطيره وكتجي فيها كميه كثيره. هنا ضفت 2 معالق صغار ديال الطحين ديال الفورص او ملعقه كبيره. وغنخلط الخليط ما كيكونش ثقيل كما غتلاحظوا معايا في الصوره. الا كانوا يعجبوكم بحال هاد الاقتراحات خلوا لي في التعاليق واعطوني الاراء ديالكم. الا كانت اي وصفه بغيتوها نشاركها معكم خليوها لي في التعاليق. وشكرا كاع المتتبعين ديالي الجداد والقدام، كنقول لكم مرحبا والف مرحبا بكم. وشكرا على الحب ديالكم ليا، الله لا يخطيكم. ان شاء الله غنبقى ننزل لكم نهار ونهار لا. هكا نقترح عليكم وصفات اللي ساهلين كما عرفتوني من الاول. كنشارك معكم شي حاجه اللي بسيطه وفي متناول الجميع. دخلت البسبوسه الفران البنات وغندوز نحضروا الكاناش اللي غنحتاجو فيه ملعقه صغيره ديال السكر سنيده مع ملعقه صغيره ديال الطحين ديال الفورص او تقدروا تعوضوه بنشا. عندي كاس ديال الحليب وعندي 12 قطعه ديال الشوكولاط غالا تقدروا. وعندي واحد الخنيشه ديال الكاكاو مر وزن 7 غرام. هاد الكاناش البنات كيخليها كتجي معلكه ولذيذه. غنضيف الحليب في كاسرونه وكنضيف عليه الكاكاو مع معلقه ديال الطحين ديال الفورص مع السكر وكنخلطو مزيان ونضيفو فوق البوطه حتى كيعقد شويه ونطفي عليه ونضيف الشوكولات. هنا بعد ما كيخمر البريوش هنايا خرجت البسبوسه من الفران البنات وغندخل البريوش بعد ما دهنته بصفار البيض اللي ضفت ليه شويه ديال الحليب وكنرش عليه شويه ديال الجلجلان. تقدروا تزينوه باش ما بغيتو. وغندوزو نسقيو البسبوسه بعد ما كنخليو الكاناش حتى كيبرد. والبسبوسه هي مازال سخونه غنقطعها. بسبوسه كتجي هشيشه وكتجي معلكه البنات كتذوب في الفم. غنخلي لكم المقادير ديالها مكتوبين بالضبط في صندوق الوصف. جربوها لوليداتكم. تقدروا تقطعوها مرسوات صغار من هادو، انا قطعتها مرسوات كبار. كما كتلاحظوا معايا راه خرجت ليا 12 قطعه. هاد البسبوسه ما كتاخذش معكم واحد الوقت وكتجي معلكه ولذيذه. هنا بعد ما كنخرج حتى البريوش غندوزو نوجدو هكايا نقدموها في الطبسيل تقديم وكنزينها بشويه ديال الكاوكاو مهرمش. تقدروا تزينوها باش ما بغيتو على حساب الموجود عندكم في البيت ديالكم. هنا غنوريها لكم نقرب لكم الكاميرا تشوفوا معايا البسبوسه البنات كي كتجي معلكه ولذيذه. انا استعملت المول كبير، الا بغيتوها تجي طالعه اكثر من هكا استعملوا المول صغير. وهذا هو البريوش بعد ما برد خليته غير برد شويه. من احسن نقدموه وهو بارد البنات كيجي زوين بزاف. البريوش قد ما برد قد ما كيعطي واحد الهشاشه. هنا كما كتلاحظوا معايا كيجي قطني ورطب البنات ما يجيش معجن نهائيا. هانتوما وهذه هي البسبوسه. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم الفيديو ديال اليوم. ما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم وبارطاجيو